السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى انكم تكونوا بألف خير واحوالكم تكون طيبة. اليوم باذن الله بغيت نشارك معكم طريقة ديال الدجاج معمر في الفران ديال الزنقة من اليد ديال الام ديالي بواحد الطريقة اللي هي سهلة وبسيطة. دوزوا للمقادير والطريقة ديال التحضير. عندي في المقادير ربيطه صغيره ديال القزبر مقطعه وربيطه صغيره ديال المعدنوس حامضه ومرقده مقطعه. عندي الزيتون حتى هو مقطع، وعندي هنا كبده مسلوقه. عندي 6 ديال الفصوص ديال الثومه، معلقه صغيره ديال القزبر يابس، معلقه صغيره مع مراش ديال البزار، ومعلقه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال الكمون والخرقوم والتحميره وسكينجبير، وعندي معلقه صغيره ديال الهريسه، عندي كاس صغير ديال زيت ديال الزيتون، وعندي فيرميسيل مسلوقه ومقطعه. ندوزو للطريقه ديال التحضير. هنا اول حاجه خدينا هاشوار، من بعد كنديروا داك القزبور والمعدنوس مقطعين والعطريه كلها، قزبور يابس وتحميره سكينجبير البزار والخرقوم. وهنا كنضيفوا الحامض كما شفتوا، نص حامضه درناها في الهاشوار مع النص ديال الكميه ديال الزيتون، غنطحنوها مع داك العطريه مع الزيت ديال الزيتون، والنص ديال الكميه ديال الهريسه. كنضيفوا نص كاس ديال الماء ومعلقه كبيره ديال الموطرد، وكنطحنوهم مزيان في الهاشوار. هنا من بعد ما طحنات كما كتشوفوا كيكون هذا هو الشكل ديالها. هنا بالنسبه للدجاج عندي انا 3 ديال الدجاجات، وهاد العبار اللي عطيتكم ديال 3 ديال الدجاجات. بالنسبه للثومه 6 ديال الفصوص، كل دجاجه كنديروا لها 2 ديال الفصوص ديال الثومه. هنا كما شفتوا خدات داك العطريه اللي كنا طحنا مع القزبور مع المعدنوس، كدهن بهم الدجاج مزيان. وهنا درت هاد 2 تقيبات ديال الصدر باش داك العطريه كتدخل للصدر ديال الدجاج وكيجي لذيذ. هنا داكشي اللي بقى لنا من هذاك الخليط كتضيف عليه الكميه اللي بقات ديال الزيتون مع الحامض مقطع، وكنضيفوا عليه الكبده حتى هي اللي كنا سلقنا من قبل، والفيرميسيل حتى هي اللي كنا سلقنا وقطعنا. كتخلطهم مزيان كما شفتوا، الطريقه سهله. وهنا كتعمر الدجاج. صراحه هاد الحشوه كتجي لذيذه بزاف، كتجي رائعه. وكنحاولوا نجمعوا داك الرجيلات كما شفتوا بهذه الطريقه. من بعد كنلويوهم بواحد الخيط اليمونطير. وهنا من بعد ما كملنا الكميه اللي عندنا ديال الدجاج، اللي بقى لنا ديال الحشوه ديال الشعريه درناها في بابي كويسون وغلفناها بالالومنيوم. وبالنسبه للدجاج حتى هو كنغلفوه بالبابي كويسون وبالالومنيوم، وكنصيفطوه للفران ديال الزنقه. هنا كما شفتوا من بعد ما جبنا الدجاج كيكون محمر، والشعريه اللي بقات حتى هي كتكون طابت مع داك الدجاج. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، واي حاجه بغيتو ترافقوا بها هاد الدجاج كترافقوا. هنا درت انا شي شويه ديال خيزو مشرمل مع البطاطا مع داك الفيرميسيل اللي بقات، وهنا شويه ديال الهريسه. كما شفتوا الطريقه سهله وكيجي صراحه رائع، كيجي لذيذ. بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يخدموا لي كوموند، بالنسبه للضياف كيجي راقي. ممكن انكم تقدموه بالطريقه اللي بغيتو. كان هذا هو اقتراحي لكم اليوم، كنتمنى انه يعجبكم، كنتمنى انكم تجربوا. شكرا لكم بزاف، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم.